ممكن اعرف بتشتغلي ايه؟ انا بشتغل في المركز الثقافي الاسباني في اسكندريه. انا اتخرجت في 2019 من كليه اللغه والاعلام، وكنت باخد اللغه الاسبانيه كلغه تانية، ما كانتش اللغه الاساسيه. انا دلوقتي بشتغل في الادمنستريشن، ومن هناك وانا بشتغل بدات احسن من اللغه اكتر واكتر، فاشتغلت هناك من قيمه سنتين. مش اول ما اتخرجت ولا حاجه. برضو بدات ان انا ابقى مترجمه مع السفاره الاسبانيه. في البوزيشن ده يعني بتبقى ايه المهام بتاعتك؟ او المهام اللي اكتر بشتغل فيها هي استقبال الجمهور، المعامله مع الطلبه والناس من الخارج ان هم عاوزين يجوا يدرسوا لغه جديده، ومنها برضو ان اتعامل مع اكتر اجانب لو جايين يتفرجوا على المكان، او لو محتاجين في ترجمه بشكل ما، او الايفنتات. فبصي هي بحر من الحاجات. حتى شغاله دلوقتي كمان في المكتبه اللي في اسكندريه. الفرصه جات لك ازاي اصلا؟ هي جات لي ان انا من عمل تطوعي هناك، واحده بواحده بداوا ان هم كانوا محتاجين ناس، فطبعا انا كنت بعافر ما كنتش بسيبهم لغايه ما قالوا لي ان في بوزيشن فتح وان هم كانوا عايزيني، فكملت معاهم. لا كنت باخد كورسز، بس انا كنت كمان انا مغنيه كمان في مؤسسه اسمها جوانا في اسكندريه، فكنت بعمل اللي بحبه كلها هوبيز. بغني في كورال، بعمل حفلات، وفي نفس الوقت بذاكر اللغه وباخد كورسات. ده قعد معايا سنتين بالظبط، ما كنتش باخد اي عائد مادي باي نوع من الاشكال. شكرا.